السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. هلة روايح شهر الخير، شهر رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان فاقدين او لا مفقودين. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. من اسهل الوصفات الحلويات اللي ممكن تعمليها، تكلفتها بسيطة وكمان بتطلع معاكي طعمها حلو وسهلة جدا، ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود، هي وصفات الجلاش. هنعمل مع بعض كده سلسلة من الحلويات ان شاء الله تعجبكم. وكمان هنقول مع بعض على تريكات حلوة جدا في التسوية، وازاي يطلع معاكي صنف الحلويات جميل وطعمه حلو، وكمان شكل اللي بتشتريه من بره واجمل. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. فيديو النهارده هنعمل فيه طريقة عمل الجلاش بالكريمة او بالقشطه الكدابه. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تطلع معاكي في منتهى الجمال. مبدئيا معايا لفتين من الجلاش، اللفه تقريبا نص كيلو، على قد بقى مقدار الصينيه اللي انت هتعمليها. انا هعمل في الصينيه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. باخد معايا ورقات الجلاش كده وبفردها، بغطيها الاول بفوطه، وببدا ان انا افردها معايا في صينيه مدهونه سمنه او زبده. وببدا ان انا ارص ورقات الجلاش بالتبادل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو معاكي صينيه مربعه هتعملي ورقه الجلاش على قد الصينيه بالظبط، لكن عشان انا معايا الصينيه مدوره، فانا هبدا ان انا اساوي كل اطراف الصينيه بالجلاش بورقات مقطوعه او ورقه كامله، على حسب ما اظبط معايا الصينيه وتاخد معايا ورق جلاش. اهم حاجه عندي في التوريق ان انا بين كل طبقه وطبقه من ورقات الجلاش ان انا ادهن بالزبده او بالسمنه، علشان خاطر تورق معايا وتبقى طعمها حلو كمان، ما تبقاش تقيله ومكتومه. ورقات الجلاش او عددها على حسب ما انت حابه. لو حابه الجلاش معاكي يكون ورقاته سمينه، يعني سميكه شويه، تقدري تزودي ورقات الجلاش. لو حابه ان هي تكون خفيفه فبرضو ده براحتك، لكن لازم في البدايه اللي هي الطبقه اللي تحت لازم معايا تكون يعني تخينه شويه، فيها ورقات، عدد ورقات كويس، علشان لما احط عليها الكريمه تقدر ان هي تستحملها، ما تطراش معايا وتتهري معايا. ببدا ان انا اجهز معايا طبقه الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه. بين كل ورقة وورقة بدهن مادة دهنية علشان خاطر تبقى معايا مورقة. بعد كده انا بكون مجهزة معايا القشطة دي او الكريمة، وبسيبها معايا تبرد قبل ما بشتغل في الجلاش. الكريمة هي عبارة عن لتر من اللبن الحليب او اللبن على المية، وبضيف عليه تقريبا 8 كيلو من النشا السايب، وبضيف معايا كمان معلقتين 3 سكر. ما بتكتريش السكر قوي علشان طبعا انت لسه هتسقي معاكي شربات. بعد كده بحطهم يغلوا معايا على النار كويس، وبدوب النشا في شويه من اللبن. وبعد كده لما يقرب الحليب معايا يغلي، ببدأ ان انا انزل فيه النشا وادوبه كويس لحد لما يتماسك معايا. بعد كده في النهايه بطفي عليه وبضيف عليه شويه كده من الفانيليا، وبسيبه معايا يبرد ويهدى كويس علشان ابدا ان انا احطه معايا على طبقه الجلاش ما يهرهاش معايا. لما بيهدى معايا ببدا بعد ما رصيت نص كميه الجلاش في الصينيه، ببدا انزل معايا بالكريمه. وبعد كده ممكن تحط عليها مكسرات، وممكن تسيبيها ساده عادي، تكتفي بس بالكريمه بس من غير مكسرات، بتطلع برضو طعمها حلو. ده على حسب اختيارك. بعد كده بسكن معايا الطبقه اللي تحت، وبقفل معايا الكريمه. لازم تكون معايا الجلاش في الطبقه الاولانيه سايبه يعني اجزاء طالعه من الصينيه، علشان اطبقها معايا على كميه القشطه، عشان ما تخرجش معايا من الجلاش. بعد كده برص الطبقات اللي فوق، وزي ما عملت تحت بعمل برضو في نفس الطبقات اللي فوق. بدهن من كل طبقه وطبقه ماده دهنيه او سمنه او زبده، او زبده على زيت او سمنه على زيت، وببدا ان انا ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ببدا ان انا اسكن بقى بقيه الجلاش اللي بره، وبحطه معايا في تحت في الصينيه من تحت. بعد لما بخلص كده اخر ورقه معايا، واهم حاجه تكون مظبوطه معاكي الورقه الاخيره. لو هي متقطعه، هي عندي اخر ورقات دي كانت مش كامله قوي، يعني متقطعه برضو عملناها مفيش مشكله. ببدا ان انا اقطع معايا الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه قبل ما بدخله الفرن، وبقطعه على المقاس اللي انا عايزاه، علشان يسهل عليا بعد ما يطلع من الفرن اقدر ان انا افككه بسرعه. طبعا انا بكون مجهزه معايا الشربات مجهزتوش معاكم، انا عملته قبل كده في فيديوهات تانية، هسيب لكم برضو لينكات الفيديوهات في صندوق الوصف. وهقول لكم برضو بسرعه عملنا الشربات اللي معانا قد ايه. عملت معايا 5 كوبايات من السكر، حطيت عليهم 6 كوبايات من الميه.
وعصير نص ليمونه، وبعد كده حطيت ذره من الفانيليا ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. غليوا معايا على النار لمده 10 دقايق، وبعد كده بنزلهم معايا يهدوا كويس لحد لما الجلاش يستوي معايا في الفرن كويس، وبطلعه مورق وشكله حلو زي ما انتم شايفين كده، واللون بتاعه ذهبي وجميل. ببدأ ان انا اسقيه وهو سخن طبعا، والشربات معايا بارد. الشربات بيكون وسط، ما بيكونش خفيف ولا تقيل قوي، يعني بيكون الشربات معايا وسط للجلاش. وبسقيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبسيبه معايا لحد لما يهدي معايا، ما غطيهوش عشان لو غطيت عليه هيطرى معايا من وشه. لو حاسه انه مقرمش قوي ممكن تغطيه ثواني كده وبعد كده تكشفيه. لو حابه تسيبيه زي ما هو هيبدا ان هو برضو يطرى شويه معاكي بسيطه، بس هيكون في قرمشه الجلاش موجوده. دي كانت وصفتنا النهارده، بتمنى ان هي تكون عجبتكم. حبيت اقول لكم كمان ان انا الجلاش سويته معايا، سخنت معايا الفرن وسبته على درجه حراره 180 ل 200 لحد لما بدأ ياخد معايا الشكل اللي انتوا شايفينه، واللون معايا موحد بالشكل ده، وطلعت معايا شكلها وطعمها في منتهى الجمال. شايفين الكريمه كميتها حلوه جدا في الجلاش، وطعمها حلو قوي غير كمان ما بتشتريها من بره. وكمان الجلاش طعمه طلع خفيف وحلو ومورق، وطعمه في منتهى الجمال. بتمنى وصفتنا النهارده تعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو حابين وصفات نعملها، وهنعمل مع بعض سلسله من وصفات الحلويات لرمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. مستنيه تعليقاتكم واسئلتكم. بتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم، الفيديوهات تعجبكم. بتمنى تدعموني باللايك وما تنسوش وتشجعوني، وبشكركم والسلام عليكم.